في انواع من الاطعمه خطيره جدا وممكن تقتلك. مثلا سمكه الفوشو اليابانيه من الاسماك اللي طعمها جميل جدا، لكن لازم اللي يطبخها يكون طباخ معاه شهاده من الحكومه واخد تدريب لمده 5 سنين، لان السمكه ديت ببساطه فيها سم في اجزاء معينه من جسمها، وممكن نقطه واحده بس من السم ده تقتل 30 شخص في لحظه واحده. اما فتة الاوك اللي مشهوره في جامايكا فبتتاكل ما عدا البذور السوداء بتاعتها اللي حضرتك شايفها ديت، لان بذورها بتحتوي على سم بيسبب مرض اسمه مرض التقيؤ الجامايقي اللي هيخليك ترجع لحد ما تدخل في غيبوبه وتموت. اما مخ القرد من الاكلات المشهوره جدا في بعض دول اسيا دي اصلا بتجيب لنا العجب العجاب بصراحه يعني، لكن الاكله دي ممكن تسبب لك مرض اسمه كروتوسفيلد جاكوب، وده هيعمل لك ثقوب في مخك ويقتلك في النهايه. اما ده محار الدم من اشهر الاكلات في الصين ودول جنوب شرق اسيا، لكن ده مليان سموم وبكتيريا، و15% من الناس اللي اكلته اتصابوا يا اما بحمى الديزنتريا او بحمى التيفود او بحمى الكبد الوبائي، وفي الاخر ماتوا. يعني من قله الاكل يعني